صفقات تبادليه بين الزمالك وبيراميدز، 3 لعيبه قصاد 3 لعيبه، 3 لعيبه من الزمالك و3 لعيبه من بيراميدز. ال3 لعيبه اللي من الزمالك هم مصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري واحمد فتوح، وهنرجع لفتوح في اخر الفيديو بس استنى دلوقتي. وال3 لعيبه اللي من بيراميدز هم زلاكا وصديق اجولا وعبد الرحمن مجدي. 3 لعيبه بصراحه ما فيش خلاف عليهم، لعيبه كبيره، لعيبه قويه، لعيبه تقدر تفيد الزمالك والزمالك فعلا محتاجها. اللقطه كلها بالنسبه لي في فتوح، هل الاحسن لفتوح في وجود بنتايج ان هو يكمل مع الزمالك ولا يمشي ياخد فرصه في فريق تاني مثلا على سبيل الاعاره ويرجع لك؟ لان مع وجود بنتايج وتالقه اعتقد فتوح المشاركه بالنسبه له صعبه، وفي نفس الوقت انت ممكن تحتاجه لما يبقى على الدكه، برضو عندك دكه تقيله، عندك توقف، عندك اصابه، يكون فتوح جاهز، لعيب تقيل بلعيب تقيل. وفي نفس الوقت برضو بيراميدز عايزه تاخد منك لعيب جامد، يعني سيف الدين الجزيري مهاجم تونس ولكنه برضو مش الاقوى، مش احسن مهاجم، بيراميدز تقدر تجيب احسن منه. مصطفى شلبي نفس الكلام، هو ممكن يمشي مع بيراميدز لكن هو مش ماشي مع الزمالك، لكن امكانياته تقدر تطلع مع بيراميدز عادي. انت بقى كواحد من جمهور الزمالك شايف ان فتوح لو راح بيراميدز هيكون احسن؟ وشايف ان الصفقات دي تفيد النادي ولا لا؟ ممكن تقول لي في الكومنتات.